برج القوس وعامل الحلول والراحة والارتباط يا برج القوس، والسعادة والحظوظ أقول لك إيه، وانتهاء الأزمات. بلوتو خرج من برج الجدي يا برج القوس، ده كان قاعد لك في بيت المال، كان قاعد لك في بيتك التاني، خرج من بيتك التاني لوجوده دلوقتي في برج الدلو، هيكون موجود في بيتك الثالث. طبعا هو بيت العلاقات، لكن أخيرا حظ وفير في المادة يا برج القوس. أخيرا عندك فرصة إنك أنت يبقى عندك شغل جديد، عمل جديد، حياة مهنية جديدة، حياة مادية مليانة خير، مليانة وفرة. أقول لك إيه؟ أقول لك سنة التجارب الجديدة، أقول لك سنة عندك فيها فرصة إنك أنت تجدد حياتك، أقول لك سنة هيبقى عندك فيها شراء بيت جديد، أو يمكن تنتقل من بيت إلى بيت، أو انتقال من مكان إلى مكان. مفتوح لك سكة سفر يا برج القوس، مفتوح لك سفر هذا العام، وهيكون سفر رائع بالنسبة لك. عندك حلول قضائية، بلوتو داعم ليك في برج الدلو. أما عن زحل الحوت فهو مشاكس ليك جدا جدا، وكان بيتسبب لك في المشاكل العاطفية. بعدها بينتقل زحل بتاريخ 25/5 ليروح لبرج الحمل، اللي هيكون داعم جدا 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 ليك، وهيكون فترة رائعة بالنسبة لك. أما عن أورانوس الطور اللي كان بيتسبب لك فيه المشاكل، أخيرا هيروح إلى برج الجوزاء. هتطلع من علاقة مرهقة، هتطلع من مشاكل مع الشريك، هيبقى عندك يمكن قسوة شوية في معاملتك مع الناس. انت خلاص ابتديت تعرف الناس على حقيقتها، مش هتتعاطف مع حد تاني، بالعكس هتدي لكل شيء قدره، هتبقى عارف كويس جدا انت عايز تدي لده ايه وعايز تاخد من ده ايه. هيبقى عندك تأثيرات قوية جدا جدا. ممكن تكون عندك كمان في الفترة دي شوية عصبية، احذر على نفسك منها شوية يا برج القوس. مشاعرك هتكون مرهفة، هتكون فترة حساسية قوية جدا جدا عندك، فبلاش تدخل في الحتة دي. أما عن المريخ اللي موجود في برج السرطان، فطبعا دوت غير داعم بالمرة ليك، وطبعا فترة معاكسة قوية بالنسبة لك يا برج القوس. لكن الحمد لله شمس الجدي وعطارد الجدي الاثنين موجودين في بيت المال بالنسبة لك في شهر واحد، فدول بيدولك دعم قوي جدا جدا. لكن المشكلة هنا في المريخ وتراجعاته في برج السرطان. عندما يتقدم المريخ في برج السرطان، وده هيتقدم من أول فبراير تقريبا، وهيفضل متقدم في برج السرطان لمدة شهرين لغاية يوم 18 إبريل. في الفترة دي بتكون فترة أنت بتحذر فيها من اتخاذ القرارات العصبية، أو من أنك أنت تكون تقيل في حركتك، تكون كسول، يبقى في سوء تفاهم يحصل بينك وبين حد أنت بتحبه، أو علاقات تبوظ بسبب حاجات زي كده. ممكن كمان يكون في شراكات تنتهي، لكن هتكون شراكات ضعيفة هي اللي هتنتهي في هذه الفترة. بعدها بينتقل إلى برج الأسد، وبيتقدم في برج الأسد، وهنا بيكون في برج ناري زيك، وهنا بيدي لك دعم قوي جدا يا برج القوس. ما تنساش ان انت والأسد والحمل أصدقاء. أما عن نبتون اللي موجود دلوقتي في برج الحوت، وهينتقل بتاريخ 30/3، وهيفضل في برج الحمل لحد بداية شهر أكتوبر. فده طبعا بيدي لك دعم قوي جدا، لأنه برج الحمل برج صديق ليك يا برج القوس، وبيدي لك دعم خصوصا على مستوى العلاقات العاطفية. أفضل الأشهر بالنسبة لك والشهور اللي هتكون فيها أكتر فرصة ممكن تحقق فيها أرباح، طبعا وقت وجود الشمس في برج الأسد اللي هو في شهر 8، وشهر برج الحمل اللي هو شهر 4، وشهر 10 اللي هتكون موجودة في برج الميزان، بيتك العاشر وبيتك التاسع، بيت تحقيق الأمنيات وبيت الرزق الواسع بالنسبة لك. وكمان شهر 12 أو نهاية 12، أو وقت وجود الشمس عندك أنت في بيتك، أو وجودها في برج الجدي اللي هو بيتك الثاني، بيت المال. فأعظم الأشهر بالنسبة لك نقدر نقول شهر إبريل وشهر أغسطس وشهر أكتوبر، وكمان شهر 12 هيكون كويس جدا جدا بالنسبة لك. وطبعا شهر 1 كمان أتوقع أنه هيكون في توازن بالنسبة لك على المستوى العام والمستوى الخاص. برج القوس أنا شايفاك عندك تعويضات هائلة عن علاقات فاشلة مريت بيها، أو علاقات كانت متعبة أو مرهقة بالنسبة لك، عندك فيها تعويضات هائلة، لأنه السنة دي العلاقات الضعيفة كلها هتنتهي، ونبدأ ندخل في علاقات قوية. طبعا المريخ يوم 5/11 هيكون موجود، ده هيكون صعب شوية، فخلي بالك من نفسك. أما عن فينوس اللي هيكون موجود في شهر 12 عندك
هيكون موجود عندك، هيديلك دعم في الحب وفي العلاقات، خصوصا يا برج القوس. برج القوس انا شايفه ان انت عندك ردود افعالك ممكن تكون متهوره شويه بسبب وجود اورانوس في برج الجوزاء، وده ممكن يخلي لك شويه في تعب او يخلي فيه شويه ارهاق بالنسبه لك يا برج القوس. لكن انا بتمنى لك ان انت تقدر تعدي من الفتره دي. انت كمان ممكن يكون عندك سنه من الارتباط هائله جدا جدا، الالتحاق بمكان عمل جديد، او ممكن تكون هتنعزل عن فريق عمل كان بيسبب لك ازمات او كان بيسبب لك الخساره. برج القوس انا شايفه السنه دي هتكون سنه فاصله وداعمه وسنه ايجابيه بشكل كبير جدا جدا بالنسبه لك. حاول تستفيد من الاشهر الجيده فيها، وحاول تستفيد من الايام الحلوه. طبعا مش عايزين ننسى انه المشتري هينتقل من برج الجوزاء اللي كان بيسبب لك دعم قوي جدا وهيذهب الى برج السرطان، وهنا ممكن الدنيا تبقى شويه فيها شويه خذلان بالنسبه لك يا برج القوس. لكن الحقيقه ان انت هتنسجم بعد كده وهتقدر تتعايش، انت بس بتاخد فرصه لغايه ما تقدر تتعايش. فانت من 30/6 هتتعايش مع مشتري السرطان ومش هيكون في اي مشكله بالنسبه لك. شايفه ان انت ممكن يكون عندك زواج او تغيرات، ممكن يكون عندك كمان تجارب جديده، وممكن يكون عندك مكاسب ماديه هائله، خصوصا للناس اللي بتشتغل في الروحانيات، او الناس اللي بتشتغل في الحرف اليدويه، او الناس اللي بتشتغل في الحاجات الجديده اللي هي زي بتصنعوا حاجه بايديكم، بتشتغلوا بحاجه، عمال نجاره، عمال حاجات فنيه. الفنانين المطربين من برج القوس عندكم فتره هائله يا برج القوس من الشهره ومن تحقيق الامنيات ومن المكاسب الماديه، وعام ارتياح وعام هنيء بالنسبه لكم يا برج القوس. أنا مش عايزة أتكلم عن متاعب العام أو عن مشاكل عام 2025. أنا عايزة أديلكم طاقة إيجابية وأقول لكم الحاجات الإيجابية كلها. طبعا بحذر من إنه تراجعات عطارد هتبقى عندك أنت في بيتك يا برج القوس، وكمان هتكون موجودة في برج الحمل. أما عن الخسوف والكسوف فهيكون موجود عندنا مرتين في برج الحمل والقوس. أما عن تراجعات عطارد فهتكون في الحوت والقوس، فأنت هيبقى عندك ضغط شوية خلال هذه الأثناء، لكن فينوس بيدي لك دعم في الفترة دي. وطبعا إن شاء الله بإذن الله المريخ اللي هيكون موجود في الجدية هيدي لك دعم، وحاجات كتير هتدي لك دعم في هذه الأثناء. أتمنى ليك يا برج القوس عام مليء بالخير وبالسعادة وبالسرور وبالبركة وبكل حاجة حلوة، وتحققوا فيه الأمنيات، ويكون عام التعويضات بالنسبة لكم، ويكون عام جديد حلو رائع استقبلوه بطاقة إيجابية. وكان معاكم سارة فودة، خبيرة الفلك والطاقة والتاروت. سلام.